اكيد طبعا يا كابتن، هو شايف. نعم. انا زي ما قلت لحضرتك ناخد بس مدام نهله الاول، لان دي من الزملكاويه الكبار جدا وبقالها كتير مخصمانه، فالظاهر لما شافتك رجعت تكلمنا تاني. مساء الخير يا مدام نهله. الو مساء الخير. ازي حضرتك؟ والله انا مش مخاصمه حضرتك، انت عارف حضرتك النمره اللي هي 09000 دي انا بطلب معلش ويجي جرس ومحدش بيرد، فبزهق يعني، بقعد كتير عشان ترد. اتفضلي يا مدام نهله. عموما كل سنه وحضرتك طيب عشان العيد. صحه والسلامه يا فندم. وطبعا لما شفت كابتن وحيد لازم اكلمه. اتفضلي. اولا كابتن عبد الواحد كل سنه وانت طيب عشان المئويه واللون الابيض فظيع طبعا، حلو جدا على حضرتك. وحضرتك انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا كنت في الاستاد في المئويه من الساعه 3 الظهر عشان تبقى عارف حضرتك. انت بتقول في ناس من الجمهور ممكن تقول حاجه، والله ما حد اتكلم وهاجم حضرتك، بالعكس الناس كلها بتحبك جدا 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 جدا. وحضرتك الوحيد يمكن اللي في الفرقه يعني بتلعب دلوقتي في الزمالك اللي يمكن منهم اللي خدت بطولات مع الزمالك، يعني ما فيش حد من اللعيبه يمكن اللي موجودين دلوقتي خدوا بطولات، حضرتك الوحيد اللي خدت بطولات. حضرتك رمز من رموز النادي، وحضرتك لو بتقول ان في حد بيتكلم وده ما حصلش، انا عجبني قوي كلمه كابتن اكرامي. حضرتك سد ودانك. الزملكاويه ملايين، وشفت في ماتش الكاس وشفت من دول عربيه وشفت من مصر في ماتش المئويه. تفتكر لو حتى في زي ما حضرتك بتقول، تفتكر عشان حضرتك قله ممكن تفكر انك تسيب الزمالك؟ وبعدين انا مستغربه من اداره الزمالك 6 شهور ولسه محدش كلم حضرتك في التجديد. انا كزملكاويه وكجمهور الزمالك مش هيسمح للاداره اساسا انه ممكن حضرتك تسيب نادي الزمالك او تختم حياتك الكرويه في فريق غير نادي الزمالك اللي انت اساسا الوحيد اللي فيهم اخدت بطولات. يعني احنا مش هنسمح بده، مش هنسمح ان حضرتك تكون في نادي غير الزمالك. وحضرتك احنا بنحبك جدا وخليك ثقه جامده جدا جدا، لاني بصراحه انا اتضايقت ومش عايزه اشوف في حضرتك دموع حزن. احنا بنحبك جدا، يعني انا عيطت وحضرتك يعني انا بتضايق. احنا بنحبك جدا، مالكش دعوه باي حد، مالكش دعوه بالزملكاويه اللي بيحبوا الزمالك واللي عارفين تاريخك. ما تفكرش في ده خالص حضرتك، احنا متمسكين بيك. وبعدين هيجيبوا مين بدل عبد الواحد السيد؟ انت متخيل مين حارس مرمى ممكن يجي احسن من عبد الواحد السيد في الزمالك؟ انا مش شايفه ان في حد احسن من عبد الواحد السيد اللي ممكن يمسك نادي الزمالك. اما بخصوص المنتخب فحضرتك يعني معلش في كتير جدا جدا في تشكيل المنتخب، ما اعتقدش ان حتى كابتن حضري هيلعب 2014، يعني انا ما اعتقدش ده. حضرتك ما تزعلش، كفايه عليك قوي قوي الزمالك وجمهور الزمالك لانه بيحبك جدا جدا. شكرا مدام نهله، مكالمه اعتقد مكالمه مؤثره وجميله يا عبد الواحد، يمكن وضحت عليك تماما وهذا يكفي. يعني المشاعر الناس ليك وحب الناس ليك كلامه. يمكن مدام نهله بقى لها يمكن 3 4 شهور ما كلمتناش، لكنها وضح قد ايه احترامهم تقديرهم حبهم ليك، وبتتكلم بمشاعر الناس المحبه فعلا. عبد الواحد لا يا كابتن، هي القصه انت حضرتك قلت ان انا همشي، انا مش في دماغي ان انا حته امشي ليه، بس انا زي ما قلت لحضرتك انا مش عايز اوصل لمرحله اللي هي الواحد يحس بيها ان هو مش مرغوب في المكان نفسه. بس لكن حته ان انا امشي في نادي الزمالك ده بيتي، وان انا اتمنى ان انا اختم في حياتي زي ما قلت لحضرتك. سالت نقطه مهمه، يعني انت في انا مش بقول لحضرتك حاجه، محدش كلمك، انت مش فاهم لحضرتك. انا ما قلت لك ما حدش هاجمني لحد دلوقتي، ما حصلش. انا بس انت شايف شريط اللي ايوه انا شايف حاجه حصلت قدامي، دي بدايات. انا مش عايز اوصل للمرحله دي، بس هي دي القصه كلها. نعم. وزي ما قلت لحضرتك انا بالنسبه لي ان انا اتمنى ان انا اختم حياتي في نادي الزمالك. ده مش محدش فعلا كلامك في النادي في التجديد وانت المفروض؟ لا بس هم النادي عندهم اللي موجوده في لا مش مساله ازمه ماليه، هم كمان عندهم ثقه في ان انا مش هتتكلم في الموضوع. ما فيش مشكله في محلها، مش كده؟ لا الحمد لله يا كابتن. طب ناخد احمد. مساء الخير يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك؟ احمد علي من المطريه. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. ازي حضرتك؟ اتفضل. كابتن انا بحب اقول لك كابتن ايوب، ما بحبش اقول كابتن شوبير خالص. ربنا يعزك، كتر خيرك. بكلمك بامانه بمرضي ربنا. ربنا يعزك يا رب. وانا اهلاوي حتى النخاع. وانا كمان. عايز اقول حاجه للكابتن عبد الواحد. نعم. انت كزملكاوي كبير اوعى تقلق من اي كلام بيتقال لك في المدرجات. اي لعيب كوره كبير ياما بيسمع من الناس. وبعدين انت كزملكاوي ياما حرقت دم الاهلاويه في الكور اللي انت صديتها من النادي الاهلي. مش قوي يعني. لا كتير والله يا كابتن. مش قوي يا عم احمد، مش قوي والله يعني. العظيم كتير. نعم. يا كابتن. نعم اتفضل. فبنقول له انت اقف على ارض صلبه. انت كبير قوي. انت ومن وجهه نظر كان في زميل كان بيتكلم من شويه قال ان انت احسن من الحضري، هو سبقني في الكلمه دي. انت فعلا احسن من الحضري لانك انت ليك مبدا ما بتمشيش ورا الجنيه. كابتن عبد الواحد انت كبير قوي، انت كبير قوي، وانا اهلاوي وهخلي الزملكاويه يغيروا
ويكلموك اكتر من 3000 واحد يتصلوا بحضرتك دلوقتي على البرنامج عشان يقول لك انت احنا محتاجينك كنادي زمالك، محتاجين حارس مرمى كبير اسمه عبد الواحد السيد. شكرا استاذ احمد. يا عم ده انت عملت لك مسابقه.